متابعينا الكرام، السلام عليكم. معكم عبدو. من بعد غياب رجعت باش نتكلم على موضوع مهم، وهو ديال الحراك ديال الريف اللي هو مستمر اكثر من 6 شهور. ملي طلعنا على هذا الحراك والناس اللي مشاركين فيه، وجدنا بان الناس اللي مشاركين ومجموعين فيه هما غير ناس عاديين من جميع الفئات ديال الشعب، صغار وكبار ونساء ورجال وشباب، مجموعين كيطالبوا غير بمطالب بسيطه ومشروعه. اش اللي بغاو هاد الناس؟ بغاو غير سبيطار ويتحسن التعليم والخدمه، واللي هي مطالب من حقهم يطالبوا بها. عندنا واحد السؤال بغينا نطرحوه على هاد الحكومه وعلى هاد المسؤولين: علاش دابا دازت اكثر من 6 شهور والحكومه مازال ما استجابت للمطالب ديالهم؟ اللي كنطالبوا به هو هاد الحكومه وهاد المسؤولين يتدخلوا ويفتحوا واحد الحوار مع هاد المواطنين ويطرحوا على راسهم سؤال واحد: كيفاش هاد المواطن، ماشي هاد المواطنين غير جاو وبقاو كيتظاهروا اكثر من 6 شهور، راه جاو خلاو ديورهم والاهل ديالهم، ومنهم اللي ديما كيركب في الترونسبورت وكيخلي الامور الخاصه ديالو باش يجي ويحضر لهاد الحراك. راه هاد المواطنين ما استمروا في هاد المده كامله حتى وصلت لهم العظم، وصبروا حتى تقاد لهم الصبر. كنوجهوا نداء لهاد المسؤولين وهاد الحكومه باش يفتحوا واحد الحوار شامل مع هاد المواطنين ويسمعوا المطالب ديالهم، واللي هي مطالب مشروعه وبسيطه. لان هاد المنطقه اللي عايشين فيها ديال الريف وكثير من المناطق اللي في المغرب اللي الناس ديالها عايشين في التهميش والحقره والمحسوبيه، واش عباد الله الناس اللي في المنطقه ديال الريف كاينين منهم اللي ناس مرض بمرض السرطان، كما كيقولوا اللي فيهم يكفيهم، وهما زياده على انهم مرض وكيعانيوا من المرض، وباش يداووا ما عندهم حتى سبيطار، خاصهم يمشيو حتى للرباط، تماره ديال السفر. عاد ثاني ملي كيوصلوا للسبيطار كيتكرفسوا واحد التكرفيس. اللي كنطالبوا وكنعاودوا نطالبوا هاد الحكومه باش يحلوا عينيهم ويحسوا بهاد الناس ويشوفوا من حالهم، وما يحاولوش يديروا سياسه ديال التجاهل، يتجاهلوا هاد المطالب، ولا يديروا عين شافت وعين ما شافتش. وكنحذر بعض الاعلاميين اللي ماجورين اللي كيبغيو يلطخوا السمعه ديال هاد الحراك ويوهموا الناس بان هاد الناس انفصاليين ولا مدفوعين من جهات اجنبيه ولا مدفوعين من اعداء ديال الوطن. راه هاد الاعلاميين هما اللي كيبغيو يديروا الفتنه. لاش كيديروا بحال هكا؟ باش انهم يفتحوا الباب باش الدوله تستعمل العنف ضد هاد المواطنين. هاد المحاوله ديالهم من هاد النوع محاوله مكشوفه، وغادي تكون لها نتائج وخيمه، هي اللي غدير الفتنه الحقيقيه الى ان هاد الناس بقاو عايشين في الحقره والبطاله ولا تعليم ولا صحه. والفتنه اللي كبر منهم الا بقات الحكومه والمسؤولين متجاهلين هاد المطالب، واللي الناس اكثر من 6 شهور والناس صابرين وحتى واحد ما استجب لهم. والحكومه راها قادره، راه بس تفتح واحد الحوار شامل وتسمع لهاد الناس وتستجب لهم الدعوات ديالهم، تبني لهم السبيطارات وتحسن الظروف ديال التعليم والصحه، ودير شركات فين يخدموا الناس من الاموال ديال الفوسفات والاموال ديال الصيد البحري والثروات والخيرات ديال البلاد. وباش يكون العدل في البلاد كتصيب واحد المسؤول كيتخلص مزيان، عنده فيلا وعنده سياره اخر موديل والفلوس عاشيطين عليه، وكتلقى واحد مسكين ناعس في الزنقه ما لقى حتى باش يتغطى. واللي حقه دالي هذا المسؤول اللي كنتمناو من هاد المسؤولين باش يحسوا بهاد المواطنين، لان كاع المواطنين عندهم حق باش يعيشوا ويقيسوا من الخير ديال البلاد. داكشي اللي كيبغيو الناس يبغيو راسهم: ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. وكلمه اخيره، ما تنساوش تشاركوا معنا في قناه عبدو ان ام كا، ونتمنى توصل الرساله ديالي. والسلام عليكم.